Assalamu alaikum. Buenas tardes. Gracias. Ajá. معانا الواد تشيبي طلع معايا في فيديو قبل كده. شياب بس اللي هو كان بيتكلم كده لغه قديمه جدا في المكسيك، عمال يقول بقى سلام بقى، بيعامل نفسه بيتكلم عربي يعني. وطبعا مستر خوسيه راشق في كل الفيديوهات. مستر خوسيه هو راشق في كل الفيديوهات معايا طبعا. I don't wanna appear in your videos anymore because your followers don't follow me on Instagram. Your fans is asking about you. No, fake what I said. Okay. Fake what I said. بيقول مش هطلع في الفيديوهات معايا تاني عشان انتوا مش بتتابعوه على الانستجرام بتاعه. والنهارده رايحين مكان جديد كده ومختلف. بس قبل ما نبدا الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب ويلا بينا نبدا فلوج النهارده. السؤال بقى اللي انا عامل عشانه الفيديو ده واللي هو عنوان الفيديو، ليه مفيش تفاعل على قناتي؟ انا عاوز افهم ليه. يعني انا قناتي الحاجات اللي انا بنزلها وكده عباره عن فلوجات سفر هنا في المكسيك، المدن اللي بسافرها وبزورها وكده. بعمل فلوجات برضو بجاوب على اسئلتكم. اتكلمت في مواضيع كتير هنا في المكسيك، الاقامه والزواج وازاي تحصل على الجنسيه المكسيكيه وازاي تسافر للمكسيك سياحه وازاي تسافر دراسه. كل الكلام ده انا اتكلمت عنه. دخلنا دلوقتي المكان، عايزين بقى نعلي صوتنا. دي بعمل تحديات على قناتي، تحديات اكل. و صراحة المكان اللي انا موجود فيه ده شكله جميل جدا. بصوا كده ورايا، معمول على شكل هرم. فقناتي يعني فيها فيديوهات كتير مختلفة، اتكلمت عن مواضيع مختلفة، سفر، تحديات وحاجات كده حلوة يعني. الفكرة بقى ان يعني الناس مفيش دعم خالص، يعني انا في بعض الاحيان الناس بتخش تشتمني مش عارف ليه. انا مش عارف ليه. يعني انا دلوقتي بتكلم في موضوع، مثلا هنقول مثلا موضوع الجنسية، بشرح ازاي تحصل على الجنسية المكسيكية والكلام ده كله. والفيديوهات دي كلها سيبها لكم تحت في وصف الفيديو. هي مجموعة فيديوهات كده شرحت فيها حاجات كتيرة مختلفة عن المكسيك وكده. الفكرة بقى يعني انا بشرح بتكلم في حاجة بتفيد الناس، يعني بتفيدك انت ان انت تقدر تيجي هنا المكسيك. ليه تخش تشتمني؟ مش فاهم. الحاجة التانية مفيش لايكات على الفيديوهات. اللايكات دي يا جماعة بتعرفني ان انت بتدعمني، ما بستفيدش منها اي حاجة اللايكات دي خالص. لكن انت شفت الفيديو ان انت بتتابعني، وببسط جدا من الناس اللي هي بتكتب لي كومنتات كتيرة، كومنتات جميلة بتفرحني جدا وبتدعم الواحد ان هو يقدر يكمل ويصور اكتر واكتر. يعني انت كمشاهد لما بتشوف الفيديو بتاعي مثلا اللي هو بيبقى 10 دقايق 12 دقيقة، الفيديو ده يا جماعة بياخد مني وقت كبير جدا عشان اصوره وعشان الايديت والحاجات اللي ممكن اقعد اكررها كذا مرة. الايديت ده لوحده حكاية، يعني ممكن اقعد اعمل ايديت في فيديو واحد مثلا 6 أو 8 ساعات، وممكن يقعد معايا يومين عشان يطلع بشكل كويس. وبعد كده مرحلة ان انا ارفع الفيديو على اليوتيوب. في اوقات كتيرة ما بقدرش ارفع الوقت في المواعيد اللي انا بقول لكم عليها، لان مثلا ساعات بسافر، ساعات بكون موجود في اماكن ما بيكونش فيها نت وكده. فيعني اقول لكم كل مره ان شاء الله اسيب لكم دايما في وصف الفيديو المواعيد. ولكن حاليا ميعادنا كل تلات وجمعه الساعه 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعوديه هيكون في فيديو جديد ان شاء الله على القناه. فيعني الواحد بيتعب جدا في الفيديوهات دي، وبعمل ايديت كتير جدا، ويعني في مجهود بيتبذل يا جماعه في الموضوع ده. فواحد بس يعني بيبقى منتظر منكم دعم، كومنت كويس، اللايكات. يعني انت مش هتخسر حاجه لو عملت لايك، يعني انا مش عارف صراحه حاجه تدعمني فيها.
ولكن في مجموعة من الناس كده دايما اللي هم المحبطين، اللي هو ما تعرفش بيطلعوا منين. واحد مثلا يوم جاي داخل كاتب لي كومنت كده ملوش لازمة، واحد يخش يشتمني ما اعرفش ليه. فيعني اليوتيوب ده مليان حاجات كتير وناس كتير مختلفة، فلازم يعني انا بتقبل الموضوع ده. في نفس الوقت اللي بلاقي فيه كومنتات سيئة بلاقي فيه كومنتات كويسة، ودي اللي بتخلي الواحد مكمل وان هو يصور ويعمل فيديوهات اكتر. ولكن ببقى منتظر دعم منكم، فيا ريت تدعموني، شير الفيديو، اتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده هتستفيدوا منها جدا. المكسيك بلد يمكن مش موجود فيها يوتيوبرز كتير، يعني ما تلاقيش يوتيوبرز عرب موجودين هنا في المكسيك، ويمكن لو حد يوتيوبر جه يعني صور هنا في المكسيك هيصور فيديو او اتنين. لكن المختلف معايا ان انا عايش هنا في المكسيك وعايش مع عيلة مكسيكية، يعني مش جاي سياحة. فيعني بحاول انقل لكم الناس المكسيكيين او امريكا اللاتينية عموما، الناس هنا عايشين ازاي، العادات والتقاليد، الاكلات اللي هنا، الناس دول عايشين ازاي. يمكن ثقافتهم بعيدة عننا، يعني في ناس كتير في مصر بتعتقد ان المكسيك دي كلها عصابات وناس ميتة في الشوارع، ويعني في معتقدات كتير خطأ، يعني زي ما في ناس كتير هنا في المكسيك برضو بيعتقدوا ان احنا الدول العربية مثلا زي مصر صحراء، وان احنا كلنا ارهابيين والكلام ده كله. فيعني الواحد من خلال الفيديوهات اللي انا بعملها دي بحاول انقل لكم الثقافة هنا والعادات والتقاليد المختلفة هنا في المكسيك. فيا جماعة الخير، كل تلات وجمعة الساعة 7 بتوقيت مصر هينزل فيديو جديد على القناة. محتاج دعمكم ليا، عاوزين نوصل 10,000 مشترك، ويتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. يعني في ناس بتخش تسألني في أسئلة أنا شرحتها قبل كده، ولو في أي حد عنده أي سؤال يكتبوا لي تحت في الكومنتات. يعني في بعض الناس لما بتسألني أسئلة، في بعض الأسئلة يعني بتبقى تكون صغيرة أو إجابتها بسيطة وبجاوب عليها في الكومنتات، وفي بعض الناس بتخش تسالنا على الفيسبوك اسئله متكرره، يعني انا شرحتها في فيديوهات قبل كده. فتعبوا نفسكم شويه، خشوا اتفرجوا على الفيديوهات تستفيدوا منها جدا. حبيت يعني اشارككم الفيديو ده مشاعري والواحد بيواجهه يعني من المعاناه. يعني انا لما اقعد اعمل الايديت والتصوير والكلام ده كله، بعد كده واحد يخش يشتمني، يعني انا بتضايق يعني. ونفس الوقت يعني كل فيديو من فيديوهاتي يا جماعه بالكتير بيجيب 300 مشاهده، يعني ليه يعني؟ وقناتنا يعني عشان قناتنا دلوقتي حوالي 4500 مشترك، داخله على 5000. قعدنا عشان نوصل للعدد ده حوالي بقالنا دلوقتي من ساعه ما بدات هنا في المكسيك فيديوهات بقالي 10 شهور. وصلنا يعني واخدين ببطء، ماشيين ببطء قوي. فمحتاج دعمكم معايا، والناس اللي بتدعمني دايما، والناس بتكتب لي كومنتات حلوه. اعمل شير، اعمل شير، فرحني. شير الفيديو مع اصحابك على الواتساب، على الفيسبوك، على الكلام ده كله. عاوزين نعمل هاشتاج لينا للقناه بتاعتنا عشان تشيروا الهاشتاج ده. انا هسيبه لكم تحت في وصف الفيديو، وهسيب لكم برضو الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن الهجره والسفر والسياحه للمكسيك والدراسه للمكسيك في وصف الفيديو. عاوزين نسمي القناه او نسمي العيله بتاعتنا دي اللي احنا بقينا نشارك مع بعض. وفي دايما ناس كده بتخش دايما تعمل لي كومنتات، يعني الناس دي دايما ما ينفعش الفيديو من غير الكومنتات بتاعتهم، بتبسط منهم جدا الناس اللي متابعين ومستمرين دول. انا عاوزين، مش عارفين بقى، انا مش متحير دلوقتي، يعني نسمي القناه ايه، او نسمي الهاشتاج ده ايه؟ نسميه اصحاب علي بدر، ولا شلة علي بدر، او نسميه علي بدر بس، او علي بدر فلوجز، مش عارف. يعني اكتبوا لي تحت في الكومنتات اقتراحاتكم، نعمل هاشتاج للقناه، ودايما هسيبه في وصف الفيديو عشان الناس تشيره وكده. بس يا جماعه الخير، متشكر لكم جدا على كل الناس اللي بتدعمني، كل الناس اللي بتكتب لي كومنت كويس. ودي يعني كانت شويه فضفضه كده معاكم، فمتشكر لكم جدا. واشوفكم التحدي الجاي او الفلوج الجاي، كل 3 جمعة الساعة 7 توقيت مصر فيديو جديد.
ماشي، سلام. دي اول مره هنا في المكسيك، بقالي 10 شهور هنا، اول مره الاقي عيال بيلعبوا في الشارع، حاجه غريبه جدا.